يقوم هذا الفنان بتحويل الولاعات القديمة إلى تمثال لبطل خارق، والنتيجة رائعة حقا. فهو يصمم الهيكل المعدني بعناية، يقوم بتشكيل الوجه باستخدام الأجزاء المعدنية من الولاعة. يتم قطع كل قطعة وطيها وربطها لإنشاء الوجه وضبطها لتتناسب. بالنسبة للشعر، يستخدم أجزاء بلاستيكية ويحولها إلى تسريحة شعر أيقونية لبطل خارق. لكن هل يمكنك تخمين من هو هذا الرجل؟ بعد ذلك يقوم بتشكيل هيكل الجسم. يبدأ بالعمود الفقري، ثم يربط الصدر بالزنبرك والصوان وأنابيب الغاز لإنشاء جسم عضلي لبطل خارق. يقوم بنحت الساقين لتتناسب مع الوضعية، ويربطهما بالجزء العلوي من الجسم. كما يصنع اليدين باستخدام المعدن والأنابيب لإنشاء مخالب البطل الخارق الشهيرة. وبعد الكثير من العمل الشاق، تم الانتهاء أخيرا من تمثال البطل الخارق. إذن، هل خمنت الإجابة بشكل صحيح؟ هل أعجبتك هذه اللوحة الفنية؟ يرجى تقييمها من 1 إلى 10.